عشان تعملي احلى طبق زي اللي انتوا شايفينه ده، الكبد والقوانص، تعالى اقولك الطريقة وهتاكلي احلى كبدة وقوانص. وكمان لما تكملي معايا الفيديو هتعرفي ازاي همنع الزفارة بتاعة الكبدة عامة، لان طبعا معظمنا بنعاني من موضوع الزفارة دي. اول حاجة طبعا بنعملها ان احنا بنغسل الكبدة والقوانص، وطبعا بنفصلهم لان كل واحد ليه سوى شكل. بعد كده بنجيب بقى اللبن، هو العامل السحر بتاعي، ولا ليمون ولا خل. عايزه اقول لكم الخل والليمون لو حطيتوه دلوقتي بيبين طعم الزفاره، لكن اللبن عامه لما تنقعيه في فراخ، يعني بانيه مثلا من بالليل عشان تتبليه، برضو بيطريه وبيديله طعم. وفي نفس الوقت الكبدة برضو لما بتنقعيها عامة في لبن، برضو نفس الحكاية. ساعات بيقطع مننا لبن وبنحطه في الفريزر معجنات، انا كمان بستخدمه للحاجات دي. بنقع فيها الكبدة والقوانص، فعلا بيضيعوا لي طعم الزفارة نهائي نهائي. جربوا الطريقة فعلا مش هتندموا. وبتسيبيه بقى كده حوالي ساعة ساعتين، لغاية لما بتلاقيها ان هي خلاص شربت من اللبن. وبعد كده بقى اول حاجة بتصفيها القوانص، لان طبعا القوانص هي اللي بتاخد سوى عن الكبدة. كويس كده كده ماشيين حلو قوي. بعد بقى ما فات الوقت بتاعي وصفيت القوانص، بجيب بقى طاسة على او الحلة او اللي انت هتعمليها على البوتاجاز، وبتجيبي بقى الطعم اللي بيعزز الأكلة نفسها، هي حتة ليا. بصراحة الليا دي بحس انها سحر في الاكل، بتدي طعم حلو قوي طبعا مع حبة زيت. وتروحي تفضلي تقلبيها لغاية لما بتحس انها نزلت بقى الدهون بتاعتها. وطبعا بتبقى سخنة، بتبتدي بقى بعد ما صفيت القوانص وقطعتها، بتنزلي بقى ايه فيها، تديها بقى اللي هي الصدمة ديت. وطبعا هي بصي نضيفة وزي الفل، وحتى من اللبن هي فتحت. وتفضلي بقى تشوحيها وتحطيها على البوتاجاز من غير نقطة مية، انت بتوطي وبس. طبعا بتتابعيها، لو حسيتي انها محتاجة شوية بشوية مية حطي، ما تحطيش كتير. وتتابعيها طبعا لغايه لما تبتدي تخش في السوى شويه عشان ننزل بقى بالكبده. بصوا المنظر، ما حطيتش اي حاجه خالص. وبعد ما بص هي كشت ودخلت في السوى شويه، ابتديت انزل بقى بالكبده، لان طبعا الكبده ما بتاخدش سوى زي القوانص خالص، وعشان كمان ما تقلحفش او تمسكي الكبدايه كده تحسي انها ناشفه. بس كده وبترجعيها تاني على البوتاجاز. بس طبعا هنبتدي بقى ان احنا نبهرها ونحط الحاجة بتاعتنا، واللي هي عبارة عن فلفل اسمر وكمون وكزبرة. طبعا دول اساسي في الكبدة، دول اساسي. وطبعا ما ننساش طبعا اهم حاجة كمان التوم بتاعي، طبعا بتحطي معلقة محترمة كده كبيرة، فعلا بتديها طعم. وعايزة بقى تحطي بصلاية مفرومة صغيرة براحتك. انا المرة دي ما عملتش فيها بصل، انا استكفيت ان انا احط توم وبس، حتى ما حطيتش لا طماطم ولا فلفل ولا اي حاجة. يعني ساعات كنت بقطع شرايح من الطماطم والفلفل الالوان، يعني بتديها كده يعني زي تشكيلة كده من الألوان وبرضو الطعم. بس بصراحة أنا بحب أعملها بالثوم بس. وبفضل أشوح فيها لغاية لما خلاص تستوي. آخر حاجة معلقة كبيرة من الصويا صوص. يعني النهاردة ملك الأكل ده 3 حاجات: اللبن في النقع، الصويا صوص، وبرضو دوت بيدي طعم، واللية. 3 حاجات دول بتاكلي احلى طبق كبده وقوانص رهيبه. وزي ما انتوا شايفين برجعها على البوتاجاز تاني، يا دوبك بس يعني اخليها تتشرب من الصويا صوص مع تقليبتين، وبتطلع بالمنظر ده. مش عايزه اقولك الريحه والطعم رهيبه، والصوص اللي نازل منها جميل جدا جدا. وطبعا يعني مش عايزه اقول لكم اتاكلت هوا. جربيها. انا ساعات ان انا بجيب كمان العيش واحطها فيها زي الحواوشي بالظبط، واروح حطاها بحط حبة جبنة على الوش في العيش، وابصمها كده على البوتاجاز في طاسة، وافضل اقلب شمال ويمين لغاية لما بتحمر. بتطلع على فكرة طعمها حلو قوي. لكن النهاردة هنعملها كده، هنغمسها عادي جنب طبق سلطة، جنب طبق بطاطس، جنب طبق مخلل، وكلي احلى طبق كبدة وقوانص من غير زفارة. وانت كمان جربيها، وانا واثقة انها تعجبك، لان فعلا اللبن هو العامل الاساسي لمنع الزفارة. عايزة تحطي بقى هنا نص ليمونة على الوش بكمون، خلاص دي اخر حاجة. لكن ما تحطوهوش في النقع، لان فعلا الليمون والخل ساعات بيبينوا الزفارة نفسها.
دلوقتي بقى هنغرفها بقى في الأطباق يلا وهي سخنة كده وجميلة. وعلى فكرة أنا ما باستناش إن أنا أخرّج الحاجة، لازم أدوق وأنا واقفة كده، قبل ما أخرّج الحاجة على السفرة لازم إن أنا أدوق بقى عمايل إيديّا وأشوف صنع إيدي يا ترى حلو والّا لأ. لأ بس بصراحة حلوة. لو عجبك الفيديو متنسينيش في لايك وشير للقناة يوصلك كل جديد. باي باي.